بمناسبة انتفاضة 12 آذار في 12 من آذار تمر ذكرى السنوية 17 لانتفاضة الشعب الكردي في سوريا، والتي اندلعت عام 2004 بعد المجزرة الدموية التي ارتكبتها قوات النظام في الملعب البلدي بقامشلو إثر فتنة مبينة للإيقاع بين أبناء البلد الواحد من العرب والكرد، عندما قام المشجعون المندسون بين جماهير نادي الفتوة القادمين من مدينة دير الزور باستفزاز نادي جهاد على أرض ملعب قامشلو من خلال رفعهم لشعارات وترديد هتافات تسيء إلى الكرد ورموزهم القومية ومقدساتهم في محاولة بائسة من النظام، وقد ذاك لإسكاء نار الفتنة بين السوريين، وسعيا منه إلى إلهاء وصرف الأنظار عن استبداد وفساده، واستكمالا لما كان مرسوما له من قبل أجهزة النظام وعقلية الشوفونية، فقد أطلق رصاص الحي على الحشود من أبناء الكرد لأمر مباشر من المسؤولين الأمنيين وفي المدن السورية الأخرى. أم حرسال في شاغي وكيرو أم فيبك آنيني بروجا بيروس روجا سرهلدانا ملتي كرد لكردستان سوري روجا قو ملتي كرد قو ناجي شعب سوريير وناجي استبدادير وناجي بروجي قريجر وملتي ما بسينغا خدا كت كولانا وقونا وهربشي ملتي كرد لو راجي ام دبيجن ابو فافداريا مزن جفان باكروانار جفان قهرمانار ايغو خوينا خوي بيروز بخوينا خوا تيبي روجا باكرواني كرد آنين وإيرو كرن روجا باكرواني كرد لكردستان سوريا براستي افروج روجا كديرو كيه وأز دبيجن ملتي كرد سراسري كردستان سوري جديريك حتى عفريني حتى جندري سرابو سرخوا أو جيغو خوينا ملتي كرد